أهلا بيكم في استكشاف معمق جديد. النهاردة مصادرنا بتدور حوالين سهم شركة فوري للدفع الإلكتروني، وتحديداً معنا مقتطفات من تحليل اسمه تحليل فوري استثمار وثقة ونمو. المصادر دي بتلمح لأربع نقاط كده، يعني تحليل أساسي ومالي للسهم، ثقة المستثمرين وبالذات صندوق سيادي كبير، وكمان فرص نمو مستقبلية، وحاجة اسمها اختبار الأداء التاريخي أو الباك تيستينج. مهمتنا بقى النهاردة إننا نفصص النقاط دي ونشوف أهم الأفكار فيها. خلينا نبدأ من الأساس. حرفياً المقتطفات بتقول إنه تم عمل تحليل أساسي ومالي للسهم. ممكن نفهم أكتر ده معناه إيه في سياق شركة زي فوري؟ يعني إيه العناصر اللي غالباً بيبصوا عليها؟ تمام. التحليل الأساسي والمالي ده يعني هو حجر الزاوية لأي تقييم استثماري جاد فعلا. الفكرة إنك بتبصي على قيمة الشركة الحقيقية اللي هي القيمة الجوهرية، بغض النظر بقى عن تقلبات سعر السهم اليومية في البورصة. اللي ممكن تتأثر بألف حاجة تانية. بالظبط. بالنسبة لشركة زي فوري اللي هي في قطاع التكنولوجيا المالية ده التحليل غالبا بيركز على حاجات زي معدل نمو الإيرادات بتاعتها، وخصوصا الإيرادات اللي جاية من رسوم المعاملات، كمان عدد المستخدمين النشطين وهل بيزيدوا ولا لا وبمعدل كام. والتكلفة كمان عشان تجيب العميل ده، صح؟ أكيد تكلفة اكتساب العميل الجديد، وحجم المدفوعات اللي بتعدي من خلال شبكتها الترانزاكشن فوليوم، والربحية طبعا صافي الدخل، وكمان وضعها المالي من ناحية السيولة والديون. ده غير طبعا إنهم لازم يقيموا وضعها التنافسي في السوق المصري. السوق ده زعمة جدا. طبعاً. مين المنافسين وإيه الميزة التنافسية اللي عند فوري بتخليها مختلفة. يعني بنبص على أرقام الشركة ونموذج عملها ومكانتها في السوق نفسه. يعني الموضوع مش مجرد أرقام وخلاص، ده تحليل بيحاول يفهم المكنة بتاعت الشركة دي شغالة إزاي، بتكسب ولا لأ، وموقعها فين وسط المنافسين. ولما المصدر بيقول إن التحليل ده اتعمل حتى لو مش مدينا تفاصيله، يعني ده بيدي انطباع إن التقييم كان بيحاول يوصل لجذور القيمة فعلا. وصف أساسيات الشركة نفسها، وده مهم قوي عشان نفرق بين الاستثمار اللي مبني على فهم وبين المضاربة اللي ممكن تكون مبنية على توقعات قصيرة قوي. طيب حلو قوي. نروح للنقطة التانية اللي المصادر بتركز عليها، وهي ثقة المستثمرين وصندوق الثروة السيادي النرويجي في السهم. كلمة ثقة دي مفهومة، لكن ليه التحديد الخاص بصندوق النرويج ده؟ يعني إيه اللي يخليه مهم قوي كده؟ سؤال مهم فعلا. بصي، ثقة المستثمرين عموما مهمة طبعا، بتنعكس على حركة السهم أكيد، لكن لما يجي ذكر صندوق الثروة السيادي النرويجي بالاسم، الموضوع بياخد بعد تاني خالص. إزاي يعني؟ الصندوق ده اسمه الرسمي نورجس بانك انفستمنت مانجمنت. ده واحد من أكبر صناديق الاستثمار في العالم كله. هو بيدير عائدات النفط والغاز بتاعة النرويج وبيستثمرها عالمياً عشان الأجيال الجاية. يعني بنتكلم عن مؤسسة بتدير مئات المليارات من الدولارات، وليها سمعة عالمية قوية جدا جدا. يعني مش مجرد مستثمر معاه فلوس كتير والسلام، الموضوع أكبر من كده؟ لا خالص. الأهم من حجم الفلوس هو طريقة استثمارهم. الصناديق السيادية الكبيرة زي دي معروف عنها إنها بتعمل عملية فحص وتدقيق يعني معمقة جدا قبل ما تحط الدولار واحد في أي شركة. العملية دي بيسموها due diligence أو العناية الواجبة. سمعت عنها. دي بتشمل تحليل مالي وقانوني وتجاري دقيق جدا للشركة اللي هيدخلوا فيها. ومش بس كده، بيهتموا كمان بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية اللي هي ال ESG. فهمتك. يعني لما صندوق بالحجم والسمعة دي يقرر يستثمر في فوري، ده مش قرار متاخد بسرعة كده، ده كأنه زي ما بنقول شهادة أو ختم جودة للسوق كله. بيقول إن المؤسسة دي بصت كويس قوي وعملت واجبها ولقت إن الأساسيات قوية وإن الشركة ماشية بمعايير معينة. تماما، هو ده المغزى. استثمارهم بيعتبر إشارة ثقة قوية جدا للمستثمرين التانيين، سواء المحليين أو الأجانب. وده بيربطنا تاني بنقطة التحليل الأساسي اللي اتكلمنا فيها. كأن الصندوق بيقول إحنا بصينا على التحليل ده بنفسنا، والنتائج إيجابية كفاية بالنسبة لنا عشان ندخل باستثمار طويل الأجل. وده طبيعي بيزود جاذبية السهم في نظر السوق. بس هل ممكن وجود مستثمر بالحجم ده يخلق نوع من الهايب؟ يعني ضجة ممكن ما تكونش مبررة بالكامل على أرض الواقع. أقصد السوق يتفائل زيادة عن اللزوم لمجرد إن الصندوق النرويجي دخل. دي نقطة واجهة جدا بصراحة. طبعا أي خبر إيجابي كبير يعني ممكن يؤدي المبالغة في رد فعل السوق على المدى القصير، ده وارد جدا. لكن الفكرة في الصناديق السيادية دي إن استثماراتها غالبا بتكون طويلة الأجل جدا.
يعني هم مش بيدخلوا عشان يخرجوا بعد شهرين 3. نظرتهم بعيدة. بالظبط، ده بيخلي استثمارهم ليه وزن مختلف عن استثمارات المضاربين أو حتى الصناديق اللي بتدور أسرع. وجودهم بيضيف عنصر استقرار وثقة مبني على رؤية طويلة المدى، حتى لو حصل تقلبات قصيرة في السكة. يبقى كده عندنا أساس مالي تم تحليله، وعندنا ثقة متعززة بدخول لاعب تقيل زي الصندوق النرويجي. النقطة الثالثة بقى اللي المصادر بتشير ليها هي فرص النمو للسهم. دي بقى النظرة للمستقبل. المصادر بتقول إن التحليل حدد الفرص دي، لكن برضو مش بتدينا تفاصيل. بناء على فهمنا الفوري والسوق المصري، إيه ممكن تكون فرص النمو اللي غالباً التحليل بص عليها؟ صحيح، المقتطفات يعني مختصرة ومش بتدي تفاصيل، بس نقدر نستنتج أو نتوقع بناء على طبيعة شغل فوري والسوق اللي هي فيه. فوري هي لاعب أساسي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، وده سوق لسه فيه مساحة نمو صراحة كبيرة جدا، بالذات مع توجه الدولة والمجتمع للشمول المالي وتقليل التعامل بالكاش. تمام. فرص النمو ممكن تكون في كذا اتجاه. يعني مثلا أول حاجة التوسع الأفقي، اللي هو إزاي؟ يعني زيادة عدد التجار اللي بيستخدموا شبكة فوري سواء الكبار أو الصغيرين، وتخطيط مناطق جغرافية جديدة جوه مصر نفسها. ينتشروا أكتر. بالظبط. تاني حاجة التوسع الرأسي، وده معناه؟ إنهم يقدموا خدمات مالية جديدة فوق مجرد الدفع. ممكن فوري تدخل أكتر في حتة الإقراض الصغير والمتوسط، يمكن بالتعاون مع بنوك أو حتى بنفسها لو خدت التراخيص اللازمة، أو ممكن تقدم خدمات تأمينية مصغرة أو حلول لإدارة المصروفات للشركات. كمية بيانات المعاملات الضخمة اللي عندهم دي ممكن تفتح لهم أبواب كتير هنا. يعني يستغلوا الداتا اللي عندهم. تمام. تالت حاجة الابتكار في المنتجات نفسها، يعني تطوير حلول دفع جديدة زي الحاجات اللاتلاموسية أو المحافظ الرقمية اللي فيها مميزات أكتر، أو حلول خاصة بالتجارة الإلكترونية اللي بتكبر بسرعة دي. ورابع حاجة؟ ممكن يفكروا بره مصر. وارد جدا. التوسع الإقليمي، ممكن تكون في خطط للتوسع بره مصر في أسواق تانية في أفريقيا أو الشرق الأوسط عندها نفس ديناميكيات النمو في المدفوعات الرقمية اللي موجودة في مصر. فالتحليل غالبا قيم كل فرصة من دول، شاف حجمها المحتمل قد إيه وقدرة فوري على اقتناصها، وكمان المخاطر المرتبطة بكل فرصة. ده كلام منطقي جدا فعلا، وده يفسر ليه مستثمر طويل الأجل زي الصندوق النرويجي ممكن يكون مهتم أصلا. هما مش بيبصوا على أرباح السنة دي وخلاص، هما بيراهنوا على إن فوري هتقدر تستغل الفرص دي وتكبر بشكل كبير على مدى مثلا 5 أو 10 سنين الجاية. بالظبط. التقييم الحالي للشركة مش بس بيعتمد على أدائه دلوقتي، لأ، ده جزء كبير منه بيكون مبني على توقعات النمو المستقبلية دي. المستثمر اللي بيشتري السهم النهاردة هو بيشتري جزء من الأرباح الحالية، وجزء غالباً أكبر من الأرباح المستقبلية المتوقعة. فتحديد فرص النمو دي وتقييمها هو اللي بيبرر أي سعر للسهم فوق قيمته الدفترية مثلاً. وصلنا للنقطة الرابعة والأخيرة اللي اتذكرت في المقتطفات، باك تيستينج للسهم. المصطلح ده ممكن يكون جديد على بعض الناس. ممكن تشرح لنا ببساطة إيه هو الباك تيستينج ده، وليه ممكن يكون مهم في تحليل زي ده؟ في الأساس هو إنك بتاخدي استراتيجية استثمار معينة أو نموذج تقييم معين كنت عايزة تطبقيه، وبترجعي بالزمن لورا وتطبقي الاستراتيجية أو النموذج ده على بيانات السوق التاريخية عشان تشوفي كانت نتيجته هتبقى إيه لو كنت استخدمتيه فعلا في الماضي. يعني زي ما يكون مدرب كورة بيتفرج على تسجيلات ماتشات قديمة ويجرب خطط لعب مختلفة على الورق عشان يشوف أنهي خطة كانت ممكن تكسب الماتش ده. تشبيه ممتاز جدا، هو بالظبط كده. مثلا لو التحليل الحالي وصل لنموذج معين بيقول إن سهم فوري المفروض يكون سعره لنقل 10 جنيه بناء على معايير معينة لنمو الإيرادات والربحية، ممكن المحلل ياخد نفس النموذج ده ويطبقه على بيانات فوري وبيانات السوق من 3 أو 5 سنين فاتوا، ويشوف هل النموذج ده كان هيقدر يتوقع أداء السهم بشكل كويس وقتها ولا لأ. طيب إيه فايدته العملية؟ يعني هل لو النموذج نجح في الماضي ده معناه إنه هينجح في المستقبل؟ إلا بقى لازم نكون حذرين جدا. الأداء السابق يعني مش ضمان أبدا للأداء المستقبلي. الأسواق بتتغير، الظروف الاقتصادية بتتغير، المنافسة بتتغير، حتى سلوك المستثمرين نفسه بيتغير. أكيد أكيد. فاللي نفع امبارح مش شرط خالص إنه ينفع بكرة. لكن الباك تيستينج ليه فوائد تانية مهمة، زي مثلا أولا اختبار قوة النموذج نفسه.
بيساعد المحلل يفهم مدى قوة أو ضعف النموذج أو الاستراتيجية بتاعته في ظروف سوق مختلفة حصلت في الماضي. هل هو بيشتغل كويس بس في الأسواق الصاعدة؟ هل بينهار في الأزمات؟ كده يعني. ثانياً، تحديد العيوب. ممكن يكشف عن عيوب أو نقاط ضعف في الاستراتيجية ما كانتش واضحة من الأول. يمكن النموذج بيعتمد زيادة عن اللزوم على عامل معين بيتغير كتير قوي. وثالثاً، زيادة الثقة، بس بشروط. لو النموذج أداؤه كان كويس تاريخياً في ظروف متنوعة، ده ممكن يدي المحلل ثقة أكبر شوية، لكن مش يقين طبعاً في استخدامه للمستقبل. والعكس صحيح لو أداؤه كان وحش. فهو يعتبر أداة مساعدة مهمة للمحلل، بتديله سياق تاريخي وتساعده يثقل الأدوات بتاعته، لكن ما ينفعش أبداً الاعتماد عليها لوحدها عشان ناخد قرارات مستقبلية. لازم دايماً تتوازن مع فهم الظروف الحالية وتوقعات المستقبل المختلفة. يعني هو أجال المراجعة والتعلم من الماضي أكتر منه كرة بلورية عشان نتنبأ بالمستقبل. ده بيوضح ليه ممكن يكون جزء من تحليل شامل زي اللي بنتكلم عنه. يبقى لو حبينا نلخص اللي فهمناه من المقتطفات دي عن تحليل سهم فوري، عندنا تركيز على الأساس المالي والتشغيلي للشركة نفسها اللي هو التحليل الأساسي، وعندنا تأكيد على ثقة المستثمرين وبالذات لاعب استراتيجي كبير زي صندوق الثروة السيادي النرويجي، وده بيدي إشارة مهمة للسوق كله. وفي نظرة واضحة لإمكانيات النمو المستقبلية اللي بتعتبر المحرك الأساسي للقيمة على المدى الطويل. وأخيراً، استخدام أدوات زي الباك تيستينج لمراجعة وتقييم نماذج التحليل نفسها بناء على التاريخ. الصورة كده متكاملة إلى حد ما. بالظبط. المقتطفات دي على الرغم من اختصارها بترسم صورة متعددة الأبعاد لعملية التقييم، بتجمع بين الحاضر اللي هو الأساس المالي والمستقبل اللي هو فرص النمو، وكمان مزايا السوق وثقة الكبار زي استثمار الصندوق النرويجي، وحتى الماضي كأداة للتعلم اللي هو الباك تيستينج. دي تقريبا العناصر الأساسية اللي أي مستثمر محترف بيحاول يجمعها عشان يكون صورة شاملة عن أي فرصة استثمارية، مش مجرد سعر السهم طالع نازل النهاردة وخلاص. الصورة فعلا بتبقى أوضح بكتير لما بنشوف الزوايا المختلفة دي مع بعض. بتخلي الواحدة تفكر في السهم كجزء من قصة أكبر بكتير من مجرد شاشة البورصة اللي قدامنا. ويمكن ده يوصلنا لنقطة أخيرة كده يعني تستدعي التأمل، خصوصا مع ذكر دور صندوق سيادي بالحجم ده الصندوق النرويجي. إزاي الاستثمارات المتزايدة دي من صناديق الثروة السيادية العالمية في شركات تكنولوجيا ناشئة في أسواق زي مصر ممكن تغير مش بس قيمة الشركات دي في البورصة، لكن كمان ممكن تغير مسار تطورها نفسه وطريقة إدارتها، الحوكمة بتاعتها على المدى الطويل. تقصد تأثير أعمق؟ بالظبط. يعني هل وجود مستثمر بالتقل ده اللي بيهتم قوي بالحوكمة والاستدامة زي ما قلنا، هل ده ممكن يدفع الشركة إنها تتبنى ممارسات معينة؟ هل ممكن يوجه استراتيجياتها ناحية أهداف طويلة الأجل أكتر؟ وهل ده دايماً بيكون في صالح كل المساهمين التانيين والسوق المحلي ككل؟ التأثير هنا ممكن يتجاوز مجرد الفلوس والسيولة اللي بيضخوها. دي فعلا زاوية أعمق ومهمة للتفكير فيها. تأثير رأس المال ده على DNA بتاع الشركة نفسها وتوجهاتها، مش بس على سعرها في السوق. نقطة ممتازة نختم بيها استكشافنا المقتطفات تحليل فوري. شكراً لوجودكم معانا.